هذا زيت زيتون مغشوش وتعرض للتزوير، وهذا زيت زيتون أصلي ولم يتعرض للتزوير. في هذا الفيديو سنريك طريقة سهلة ومضمونة لتفرق بين زيت الزيتون المغشوش والأصلي. نأخذ كمية صغيرة من الزيت الأول الذي حسبناه مغشوشاً، ونأخذ كمية أخرى من الزيت الثاني الذي حسبناه غير مغشوش، ونضعهما في المجمد لمدة 12 ساعة. بعد مرور الوقت لاحظ النتيجة. تحول الزيت الأصلي الغير المغشوش إلى مادة صلبة تشبه الصابون الصلب ويصعب أخذه بملعقة. أما زيت الزيتون المغشوش تحول لمادة رخوة تشبه المربى ويسهل أخذه بملعقة. خلاصة القول: ضع الزيت في المبرد، وإذا تصلبت وأخذت شكل الصابون الصلب فإنها أصلية، وإذا لم تتصلب وتحول شكلها لشكل المربى فهي مغشوشة وليست أصلية.